شايفين بقى النجرسكو القمر دي والجمال والحلاوة والنتيجة النهائية روعة روعة روعة، زي بتاع بره بالظبط. يلا بينا حبايب قلبي نعمل احلى نجرسكو ممكن تعملوها. اول حاجة محتاجين معانا مشروم. عندك مشروم تمام، ما عندكيش يبقى لو عندك بانيه قطعيه شرايح زي كده، مش مكترة فراخ عشان عندي مشروم كتير جدا. تمام، يعني حاولي توازني الكمية. فلفل الوان، زيتون. يا جماعة في العادي الزيتون زي كده بيكون مملح، فخدي بالك وانت بتضيفي الملح في الوصفة دي، عشان الزيتون ده لو انت حطيتي ملح كتير وانت مش واخدة بالك ممكن يحدق ممكن الوصفة تحدق. تمام، 3 فصوص ثوم مهروسين، ورق لورا وجوز الطيب. هنبشر كده على الوايت صوص اللي هنعمله. عشان الوايت صوص هنستخدم خلطة البشاميل ومرقة دجاج. تمام، معانا موتزاريلا حامضة هنستخدمها في النجرسكو من احسن الانواع، ولبن المراعي. اوكي يلا بينا. معايا هنا كيلو لبن المراعي. انا هعمل زي نص كيلو مكرونة، هعمل عليهم كيلو لبن. ليه كيلو؟ ليه ما عدلهاش وخليها نص ونص؟ عشان دي مكرونة وايت صوص او نجرسكو. تمام، اعملها نجرسكو. حتى لو نجرسكو او مكرونه وايت صوص لازم كميه الصوص تبقى اكتر من كميه المكرونه، والمكرونه لازم نسويها نص سوا. دي معلومات مهمه جدا لازم تاخدوا بالكم منها. لكن لو بشاميل لو جيتي عملتي الكميتين متعادلين مع بعض مفيش مشكله. كده كده البشاميل بيبقى الخرطه بخرطتها. ولو الاحسن يعني ان اللبن يبقى زياده شويه عن المكرونه في البشاميل كمان عشان تبقى جوسي كده وحلوه. يلا بينا نبتدي نعمل الصوص بتاع المكرونه وايت صوص او النجرسكو. انا هوريكم لحد انهي مرحله بالظبط بتبقى مكرونه وايت صوص تقدري تاكليها، ولحد انهي مرحله تقدري تاكليها كنجرسكو. تمام، اول حاجه معايا هنا كيس خلطه البشاميل، هنضيفه على اللبن الساقع بتاعنا. لو انت جايبه لبن بلدي اغليه وسيبيه يبرد، لو جايبه لبن بلدي اغليه وسيبيه يبرد. وبعد كده ضيفي له خلطة البشاميل بتاعتك. لو مستعجلة بقى وسخن وكده اضربي بالهاند بلندر. بعد كده هضيف المرقة بتاعتي. انا هحط المكونات بتاعتي كلها على البارد وبعد كده نقلب. تمام، لورا وفلفل اسود وملح. الملح هنحط رشة خفيفة قوي عشان زي ما قلت لكم الزيتون مالح. تمام، حتى لو غسلتيه هيفضل مالح ويملح لك الاكل، فخليكي في السيف سايد. بعد كده حطينا بلح جوز الطيب. تمام، هنبتدي بقى نولع النار كده ونقلب المكونات بتاعتنا دي لحد ما تبقى خليط متجانس. تمام، وتربط مع بعضها. احنا المكرونه الوايت صوص والنجرسكو الصوص بتاعها بيبقى خفيف ما بيبقاش تقيل، خدوا بالكم من المعلومه دي. يعني احنا ما نتقلش الصوص قوي زي ما بنعمل في المكرونه البشاميل. تمام، هفضل اقلب لحد ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه وهرجع لكم تاني. طيب انا هسخن هنا الميه بتاعتي وهجهزها، لكن مش هسلق المكرونه غير بعد ما اخلص الحشوه او وانا بعمل الحشوه. تمام، وهسلقها نص سوا عشان النجرسكو انتي بتاكلي المكرونه بمكرونتها على عكس البشاميل اللي بتاكليها خرط عادي. تمام، لكن المكرونه بتاعت النجرسكو انتي بتسلقيها نص سوا عشان تبقى ايه الحبايه ماسكه روحها. تمام، ما انتوا شايفين كده يا جماعه انا بقلب 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 ما بوقفش تقليب، لان انتي لو وقفتي تقليب هتكتل وهتبوظ منك، ولو ربطت هتبقى مش مظبوطه معاكي، فخلي ايدك فيها. كمان يعني معلومة على السريع، اللبن البلدي بيربط اسرع من اللبن المبستر زي اللي انا حطاه ده اللي هو المراعي. فلو انتي بتعملي باللبن البلدي في ثانية هتلاقيه ربط معاكي على فكرة. تمام، طيب يا جماعة في وسط ما انا كده بعمل الصوص هضيف شوية جبنة كده موتزاريلا للصوص بتاعي. تمام، بعد بقى ما ضفت كده الجبنه الموتزاريلا هقلب وارجع لكم تاني لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. طيب يا جماعه انا كده وصلت للسمك اللي انا عايزاه، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، هو ده اللي انا عايزاه وده اللي هعمل بيه النجرسكو. تمام، نفترض تقل منك الصوص تعملي ايه؟ هتزودي له زي نص كوبايه ميه وتقلبيه هيخف معاكي. تمام، هو انا كده وصلت اللي انا عايزاه، طفي نعمل الحشوه سوا.
يلا بينا بقى نعمل الحشوة. معايا هنا الفراخ بتاعتي، تمام. حطيت معلقة زيت زيتون او زيت عادي، حابة تعمليها بسمنة، معلقة صغيرة سمنة اعملي، بس انا هعملها بمعلقة زيت زيتون الحشوة بتاعتي، تمام. طبعا انا مش مكترة بانيه عشان انا مكترة مشروم، فانا مش حابة انها تبقى اصلا عبارة عن طاجن مشروم وبانيه. لا، هي نجرسكو فيها الحشوة بتاعتها، لا كتيرة قوي ولا وسط قوي، تمام. على فكرة انت ممكن تعمليها من غير فراخ اصلا، يعني مشروم يغني عنها، بس لو في ناس ما بتحبش المشروم اعملوها بفراخ بس كده. فراخ تتشوح وارجع لكم تاني. الاسماء الحلوة دي، بصوا يا جماعة، بصوا القوام حلو ازاي، بصوا، ولا في كلكعة ولا اي حاجة. دلوقتي بقى انا عملت ايه، انا ضفت توم مهروس وهنشوح كله مع بعضه وهتشم روائح رائعة دلوقتي، تمام. وبعد ما ضفنا التوم، قبل ما الفراخ تاخد لون والتوم يتحمر، هضيف المشروم على طول. ويلا بينا بقى نقلب الحشوة الحلوة الجميلة دي مع بعضها، تشوح كويس، تمام. وارجع لكم تاني. هنا بقى حبيباتي ضفت بلح جوز الطيب وضفت زعتر، ونشوح بقى الجمال ده كله مع بعضه. بعد كده هنضيف الفلفل الالوان عشان المشروم والفراخ ياخدوا من طعم الفلفل ومن ريحته، تمام. ما عندكيش فلفل الوان حطي فلفل اخضر، مفيش اي مشكله، احنا ما بنأزمش الدنيا يعني على حاجه. الاثناء بقى الحلوه الجميله بتاعتي دي، انا سلقت المكرونه. انا ليه بسلق المكرونه اخر حاجه؟ عشان يا جماعه لو سلقتيها وركنتيها، حتى لو غسلتيها، هتعجن وتمسك في بعضها. على فكره حتى لو سلقاها نص سلقه هتعجن وهتمسك في بعضها، لكن لما تخليها للاخر وتضيفيها على طول للطاجن وانت بتعملي النجرسكو او البشاميل، يعني البشاميل عادي اسلقها في اي وقت، لكن بالذات النجرسكو تتسلق من هنا، تتحط في الطاجن من هنا. في الاثناء الحلوه دي بقى هنضيف الزيتون الحلو بتاعنا، دقيقتين بالظبط او دقيقه ونطفي، لان احنا ما بنحطش الزيتون على النار كتير، هو يمكن اقل من دقيقه، نص دقيقه كمان. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. كده يا جماعه ضفت الموتزاريلا وخلطت كله مع بعضه بالراحه عشان ما فيش حاجه تتهري. بعد كده هضيف بقى الصوص بتاعي. لحد الخطوه دي هتضيفي الصوص وتسخنيها في الحله على النار وتغرفي في اطباق، دي كده مكرونه وايت صوص. هتضيفي الصوص وبعد كده تحطي على وش الصوص موتزاريلا وتدخليها الفرن، هي كده نجرسكو، تمام. ولو حابه تضيفي بقى ايه، كريمه طهي هتبقى لطيفه قوي. انا احيانا اوقات كتير بحط كريمه طهي. شايفين بقى الجمال والحلاوه، دخلناها كده الفرن، حطينا الصوص وحطينا الموتزاريلا على الوش. اول ما تطلع ارجع لكم تاني. شايفين بقى النجرسكو القمر دي والجمال والحلاوه والنتيجه النهائيه، روعه روعه روعه، زي بتاعت بره بالظبط.